تطوير الذات كلمة بنسمعها كتير، بس هل هي مجرد عادات بنعملها وخلاص؟ الحقيقة الموضوع أعمق من كده بكتير. هو في الأساس القصة اللي كل واحد فينا بيحكيها لنفسه عن نفسه. طيب، إيه رأيكم نشوف إزاي ممكن نحول حياتنا دي لفيلم إحنا اللي بنكتبه وإحنا أبطاله؟ أي قصة عظيمة لازم تبدأ بمشهد يشد الانتباه، والمشهد اللي قدامنا ده بيعمل كده بالظبط. شوفوا التفاصيل، عين باين عليها الإرهاق غرقانة في ضوء الشاشة الأزرق، حواليها عالم خيالي، مجرات ونجوم، لكن هي نفسها محبوسة في إطار صغير. ده مش مجرد تعب عادي، لأ، دي اللقطة الافتتاحية لقصة كلنا تقريباً بنعيشها، قصة الإرهاق في العصر الرقمي. وهنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: الإرهاق بتاع النهاردة ده شكله إيه بالظبط؟ هو مش بس إن الجسم يبقى تعبان وخلاص، الموضوع أكبر، هو حالة فوضى جوه دماغنا، تشتت، وإحساس إن الواحد مش ملاحق على حاجة. عشان نفهم الفوضى دي لازم نشوفها، لأن الإحساس بالإرهاق والتشتت له لغة بصرية، يعني بنقدر نشوفه بعينينا في مشاهد معينة، والمصادر اللي بنستعرضها النهاردة بتورينا اللغة دي بشكل سينمائي جدا. يعني مثلا بصوا على الأوضة دي، كركبة في كل حتة، هدوم مرمية، حاجات مش في مكانها، فوضى عارمة. في السينما وفي القصص عموما، لما المخرج عاوز يورينا ان البطل دماغه مشتتة وحياته ملخبطة، بيورينا اوضته، بيورينا المكان اللي عايش فيه، لان ببساطة الفوضى اللي بره دي انعكاس مباشر للفوضى اللي جوه. طب ايه اللي بيولع الفوضى دي اكتر؟ الموبايل طبعا، سيل من الاشعارات ما بيقفش. شوفوا كده، ايميل مهم، مكالمة ما جاتش في وقتها، ورسالة، وتذكير بحاجة تانية خالص. كل حاجة من دول بتشد انتباهنا في اتجاه، تركيزنا بيتفتت، واليوم بيتحول لمجموعة مهمات صغيرة ملهاش علاقة ببعض. حرفياً بنبقى بنجري ورا الشاشة وبننسى كنا عاوزين نعمل إيه أصلاً. بس لحظة واحدة، كل الفوضى والكركبة دي مش مجرد صدفة، لأ، ده تصميم مقصود. لو بنبص على الموضوع ده كأنه فيلم، فالمشاهد دي هي اللي بنسميها الحدث المحفز. يعني دي المشكلة اللي هتخلي البطل بتاعنا يقول كفاية كده ويبدأ رحلة التغيير. دي النقطة اللي القصة بتبدأ تتحرك عندها بجد، ومن هنا بتبدأ رحلة الحل. طالما احنا اتفقنا ان دي قصة، يبقى أكيد في سيناريو للحل، في خريطة طريق، واللي هنشوفه دلوقتي بيثبت إن التحول الكبير ده مش بيحصل فجأة أو بالسحر، لأ، ده بيبقى خطة مدروسة ومتفصلة، زي سيناريو أي فيلم ناجح. وهنا بقى المفاجأة الكبيرة: كل الصور اللي شفناها واللي هنشوفها دي هي أصلاً مش مجرد صور عشوائية، دي جزء من ستوري بورد أو لوحة قصة سينمائية لفيديو عن تطوير الذات على يوتيوب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل لقطة، كل زاوية كاميرا، كل لون، كل ده محسوب ومدروس عشان يحكي قصة التحول دي بأكتر طريقة مؤثرة ممكنة. والصورة دي بتلخص الفكرة كلها. ده مجرد سكتش، فكرة أولية مرسومة على ورق، مرحلة التخطيط. وأي تغيير حقيقي في حياتنا بيبدأ كده بالظبط، بيبدأ بفكرة، بخطة بنرسمها في خيالنا أو على ورق قبل ما نبتدي نحولها لواقع ملموس. دي لحظة البداية الحقيقية. جميل جدا، عرفنا إن في قصة وإن في خطة. طيب إيه هي بقى الخطة دي؟ إيه خطوات التنفيذ اللي في السيناريو؟ القصة هنا بتقدم حل عملي وبسيط جدا، متقسم على 3 عادات صغيرة بس تأثيرها فعال جدا. ال3 عادات دول هما: رقم 1 إعادة ضبط الصباح، رقم 2 قاعدة 1%، ورقم 3 المسافة الرقمية. خلينا نعتبرهم ال3 فصول بتوع قصة التحول دي. نبدأ بالفصل الأول، إعادة ضبط الصباح. معظمنا أول حاجة بيعملها لما بيصحى هي إنه يمسك الموبايل، بكده يومنا بيبدأ كرد فعل على رسائل وإشعارات ناس تانية. السيناريو هنا بيقترح حاجة مختلفة تماماً، نبدأ اليوم بنية خاصة بينا إحنا. مجرد إن الواحد يكتب 3 أهداف بسيطة لليوم، الحركة البسيطة دي بتغير كل حاجة، بتنقلنا من كرسي الراكب اللي جنب السواق لكرسي السواق نفسه. ونيجي بقى للعادة التانية، ودي بصراحة فكرتها عبقرية في بساطتها: قاعدة 1%. كتير ما نفتكر إن التغيير لازم يكون ضخم ومفاجئ. القصة دي بتقول العكس تماماً. السر في التحسينات الصغيرة جداً بس المستمرة. يعني بدل ما تقرر تقرأ كتاب كامل، اقرأ صفحة واحدة بس. الخطوات الصغيرة دي لما بتتكرر كل يوم بتعمل مفعول السحر على المدى الطويل. ونوصل للعادة الثالثة والأخيرة، المساسة الرقمية. بصوا على بساطة وقوة المشهد ده، مجرد حركة إن الموبايل يتقلب على وشه. الحركة دي مش مجرد حركة عادية، دي إعلان إن الواحد قرر يستعيد السيطرة على أهم حاجة عنده، تركيزه وانتباهه.
بنخلق لنفسنا مساحة هادية بعيدة عن الدوشة الرقمية عشان نعرف نركز بجد. طيب بعد ما بطل القصة بتاعتنا عمل ال3 خطوات دول، القصة لازم توصل للحظة الذروة، لحظة التحول، المشهد اللي كل حاجة فاتت كانت مجرد تمهيد ليه، الانتقال من الفوضى اللي شفناها في الأول للوضوح والصفاء اللي كان بيدور عليه. والمقارنة دي بتلخص كل حاجة. بصوا الفرق بين الصورتين، على الشمال إنسان غرقان في بحر من المشتتات الرقمية، على اليمين نفس الإنسان مركز وهادي بيكتب أهدافه بإيده. ده مش مجرد تغيير سلوك، ده أعمق من كده، ده تغيير في دور البطل في قصته. اتحول من شخص بيستجيب للي بيحصل له لشخص هو اللي بيكتب سيناريو حياته. وهي دي الخلاصة كلها، قوة الحكاية، قوة السرد. لما بنبص لأهدافنا مش على إنها مجرد قائمة مهام لازم نخلصها، لكن على إنها رحلة بطل بيواجه تحديات عشان يوصل لهدف كبير، الموضوع كله بيختلف. الهدف بيبقى له معنى أعمق، والرحلة نفسها بتبقى هي الحافز. وفي الآخر السؤال اللي القصة دي بتسيبه لنا مش بس موجه للبطل بتاعها، لا، السؤال ده موجه لكل واحد فينا. لو حياة كل واحد فينا فيلم، يا ترى إيه القصة اللي السيناريو بتاعها بيتكتب دلوقتي؟ والأهم، هل السيناريو ده عاجبنا ولا محتاجين نمسك القلم ونعيد كتابته بنفسنا؟ سؤال يستاهل التفكير.